مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية. معكم أشرف أطرابلسي. شفنا المباراة الأخيرة متاع المنتخب التونسي ونبرنا برشا وحكينا برشا على المنتخب التونسي واللي صار في مباراة ناميبيا والاختيارات التكتيكية الخاطئة للمدرب جلال القادري، وانه معناها خربها على الاخر في الماتش هذاك، وتكتيك صفر، وما فما معناها ما فما حتى شيء مشي في الماتش هذاك بشهادة جميع الفنيين. لكن فما حاجة قاعدة خايبة على الاخر قاعدة تدور في مواقع التواصل الاجتماعي، ان نتهكموا على الراجل، ان نسبوا فيه، ان نتهكموا العرض متاعه. احنا تو باش نحكيو عليه بامور تكتيكية، بامور كورة، بامور كذا، راهو ما يقلقش. نبرو نحكيو علاش هكا، علاش خرجت هذايا، علاش دخلت كذا، علاش قلبت ما بين اللاعب يوسف المساكني وبين اللاعب الاخر، كيفاش المساكني طلع. نحكيو غدوة كورة، نحكيو الغدوة رانا ما نكملوش. اما باش نوصلوا الراجل معناها عنده صغاره، عنده مرته، عنده عائلته، نحطوا له الحمير في فمه، والا نتهكموا عليه، والا هكا نحكيو عليه بعبارات خايبه تخرجنا على الكوره وتوري مستوى خايب على الاخر بعض الشعب معناها. بالحق هذه حاجة مؤسفة ومؤسفة على الاخر. انت شنو رايك انه كي ولدوا ولا بنته يشوفوا بوهم اللي هما معناه يتهكموا عليه بالطريقة هذيك، يشوفوا بوهم يحطوا له في الحمير في فمه، يشوفوا بوهم كيفاش يعملوا في المكياج، يشوفوا في بوهم. بون كما قلنا نختلفوا تكتيكيا، نختلفوا الناس الكل، اما قلة لحية وقلة تربية هذه اللي وصلنا فيها راهي حاجة خايبة على الاخر. راهم يتفرجوا فينا الدول الشقيقة والصديقة والناس الكل. يقول لك اغزر مستوى الشعب، اغزر مستوى العباد. يا ولدي نبر الغدوه، انا بيدي عملت فيديو بعد الماتش وفاد على الاخر، ونقط معناها نقطوا المدرب اللي تصوروا انتم الكل، خاطر فدينا على الاخر في الماتش هذاك مع كيب ضعيفه، مع كيب انت اقوى منها، مع كيب معناها تنجم تربحها بسكور. نحكيو تكتيكيا خويجه نحكيو، اما راهو عيب. له من التربيه، له من الاخلاق، له من المبادئ، له من القيم، له من حتى حاجه. هذه فقط قله تربيه. هذه حاجة معناها بالحق راهو مستواها زيل على الاخر. بجاه ربي يا عباد انتوما اللي هبطوا كي خموا شوية انه بوك ميسالش خمم فيها. كان انت تحس بالحاجة هذه يجي واحد فرخ والا كذا، يجي هبطوا بالمستوى هذاك وانت هابط فلكي وتفرج فيه والعباد تسب وتضحك وكذا. الا بالطبيعه العباد الفئه، العباد الرزان، العباد الواعيه اللي تفهم ويجيو في الكومنتاريات يقولوا راهو ما يجيش وراهو عيب وراهو مش من اصلنا وراهو مش كذا. رانا خرجنا من الكوره. راهو الحريه هذه اللي بقينا سنين نحاربوا عليها ما هيش بالدرجه هذه. الحريه اللي نحكيو عليها عنا سنين ما هيش بالمستوى هذا. عيب عليكم والله العظيم، عيب عليكم. شنيا ذنبه خويا؟ ما يعرفش يراني، ما يعرفش كذا، توفى الكوب دافريك وتا يخرج على روحه وتا يمشي. اما ما تسبلوش امه هكاكا، ما تحطلوش منظره هكاكا، ما تتمنيكش عليه هكاكا. راهو عيب وعيب على الاخر. وانا خويا باسمي وباسم العباد اللي تحب خويا نعتذروا. حتى لو العباد هذوكم ما عندهمش جرأة باش يحكيوا، حتى ماك غلطت تقول خويا انا غلطت وكذا وهبط. راهو عيب. راهو عنده عائلة كما انت عندك امك وعندك بوك وعندك خوك وعندك خالك، هو كيف عنده عائلة كبيرة، عنده عائلة موسعة، عنده عائلة، عنده بنت. افهموها باش مبقاش نعاود فيها برشا مرات. راهو عيب وعيب وعيب. كما قلت في الفيديو، انا بالنسبة لي انا نعتذر من المدرب جلال القادري على العباد اللي هبطت هكاك. ان شاء الله ربي يخلي له عائلته، ان شاء الله معناها مزيد من معناها ان شاء الله يتألق في اللي جاي في المستقبل في تجربته التدريبية. السلام عليكم ناس كلهم.